للمصريين دايما أقوال وأمثال محدش بيفهمها غير المصريين، ولو حد سمعها بره بيبتدي يحصل له ذهول من هذه الكلمات وهذه الأمثال. مقولة النهاردة اللي بتذهل أي حد بيسمعها وهي اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. طبعا أي حد غير مصري لما بيسمع الجملة دي بيفتكر إن المصريين ما بيتصدقوش ولا بيخرجوا السجة بتاعتهم، لكن الموضوع ليه قصة تانية خالص، ودي اللي احنا هنقولها. القصة بترجع لأيام الاحتلال العثماني لمصر، وده لما كان الوالي العثماني بيفرض ضرائب كتيرة وباهظة على المصريين، وكان بيعين شخص مخصوص لجمع هذه الضرائب وكان بيسمى الجامع. وكانت المصريين من كتر الأحوال الاقتصادية السيئة ما كانوش بيقدروا إن هم يدفعوا هذه الضرائب، فكانوا دايما يقولوا اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع. مش قصدهم المسجد، هم قصدهم الشخص اللي بيجي يجمع الأموال. طبعا بمقولة اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع مقولة تانية معاها شهيرة وهي بركة يا جامع، جت منك ما جاتش مني. ودي كان المصريين بيقولوها لما كان الجامع المسؤول عن جمع الضرايب بيحصل له اي ظرف وما بيجيش، فبالتالي المصريين ساعتها كانوا بيتاخروا في دفع الضرايب او ما بيدفعهاش، فكانوا بيقولوا بركه يا جامع ان انت اللي ما جيتش وما جاتش مني انا اللي رفضت ان انا ادفع الضرايب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان العالم يعرف بعض حقيقة الأقوال المصرية، وتعملوا لي فولو أو متابعة علشان لسه في أسرار مصرية كتير.